السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل والياسمين على كل اخواتي الحلوين. النهاردة ان شاء الله هنعمل طاجن كوارع، بس طاجن كوارع من الاخر، طاجن كوارع بطعم زمان، من غير اي افتكاسات ولا اي تحديثات ولا اي تعقيدات ولا اي مكونات خزعبلية. لا، ده احنا هنعمله في البيت بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة وبأقل مكونات موجودة عندك في بيتك، مكونات موجودة في كل بيت وفي كل تلاجة. بس اوعدك انه هيكون طاجن كوارع ولا اروع من كده، وشوية شوربة كوارع من اللي بيقولوا عليهم فعلا يرموا العظم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونجيب الكوارع بتاعتنا. طبعا بقى كارع اتنين اللي موجود معاكي، انا موجود معايا كارع واحد. طبعا غسلاه ومنضفاه كويس جدا بالدقيق وبالليمون عشان نضيع منه اي زفاره. الليمون يا جماعه بيقضي على اي زفاره، اي زفاره معانا في الكوارع الليمون بيقضي عليها. بعد ما غسلت الكوارع كويس جدا بجيب حله فيها ميه سخنه، ميه سخنه بس مش بتغلي، واحط فيها الكوارع، احط فيها الكوارع، اخلي الكوارع تاخد فيها غلوه واحده بس. اول قلبه ما بتاخدها الكوارع بروح شايله على طول الكوارع من الميه، وباخد الكوارع تحت الحنفيه اغسلها غسله كويسه. والحله اللي انا كنت سلقاها فيها برضو بغسلها هي كمان، يا اما لو هتغيري الحله يبقى تمام مفيش مشكله. انا بقى غسلت الحله غسله كويسه ورحت حطيت فيها ميه وسبت الميه لحد ما غليت. اول الميه ما بتغلي بروح نازله فيها بالكوارع، وبعدين البوكيه جرنيه بتاعنا او الخضروات اللي انتي بتنزليها مع الكوارع او مع اي شوربه. بعد كده بقى بسيب الكوارع لحد ما تاخد غلوة. ما بحطش التوابل دلوقتي خالص، بحط التوابل بعد اول غلوة من الكوارع. ليه؟ لان الكوارع ممكن يطلع على وشها ريم، هشيل الريم دون وبعد كده احط التوابل. وطبعا لو حطيت التوابل في الاول الريم اللي هيطلع هياخد التوابل وتطلع معاه، وتطلع معاه التوابل، يبقى انا كده ما استفدتش بالتوابل في حاجه. الكوارع غلت اول غلوه والحمد لله ما طلعش على وشها ريم ولا اي حاجه، لان احنا غسلنا كويس جدا فالحمد لله ما طلعش على وشها ريم. حطيت بقى التوابل وسبتها تغلي غلوتين، وبعد ما غليت الغلوتين رحت مهديه عليها النار. تهدي عليها النار وتسيبيها لحد ما تستوي خالص، هتلاقيها معاكي بقت زبده على نار هاديه كده. بس في الاول لازم تاخد غلوتين زي ما بقولك، وبعد كده نوطي عليها. ما ينفعش نوطي عليها من الاول لان بالشكل ده عمرها لا هتغلي ولا هتستوي. لازم تاخد غلوتين حلوين وبعد كده نوطي عليها ونسيبها براحتها خالص. الكوارع اللي كانت معايا كوارع صغيره فما خدتش بصراحه وقت خالص، يعني هي تقريبا ساعه ونص، ما دخلتش في ساعتين. انتي طبعا لو جايبه كوارع كبيره شويه يبقى اعملي حساب الوقت معاكي، ان هي ممكن تاخد معاكي وقت، فبدري شويه فيها، اعمليها من بدري شويه. بعد بقى ما اتاكدت ان الكوارع استوت كويس جدا معايا، رحت جبت طاسه وجبت فيها معلقتين من الزبده ومعلقتين من الزيت، ونزلت عليهم ببصلايه كبيره متقطعه، وشوحت البصلايه في قلب الزبده والزيت. وبعد كده نزلت عليهم بمعلقه كبيره من الثوم، شوحتها معاهم. وبعد كده بقى عندك فلفل الوان، عندك فلفل حامي، عندك فلفل بارد. طبعا الفلفل ده اختيارك انت. انا كان معايا قرنين من الفلفل الحامي وقرن فلفل رومي بس كان لونه احمر، قرن فلفل رومي كده احمر. زي ما بقول لكم احنا بنعمل الطاجن ده عن طريق امهاتنا، بطريقه امهاتنا بالظبط لما كانوا بيعملوه. طبعا على ايام امهاتنا ما كانش بقى فيه فلفل الوان ولا حاجه، فاحنا بنعمله بنفس الطريقه بتاعتهم. بعد بقى ما شوحت الفلفل مع البصل مع الثوم، نزلت عليهم بمعلقتين من الصلصه او معجون الطماطم. وطبعا الصلصه احنا عاملينها مع بعض كتير قبل كده، يا ريت ترجعوا للفيديوهات القديمه ان شاء الله هتلاقوهم. شوحت بقى الصلصه مع الفلفل مع البصل، حمصتهم مع بعض تحميصه كده كويسه. بعد كده جبت طماطميتين مقطعين بقى قطع صغيره ورحت نازله بيهم على باقي المكونات اللي معانا، برضو قلبتها تقلبتين كده وخليتها تتشوح مع بعضيها كويس جدا. بعد كده بقى جبت نص كوبايه من الشوربه بتاعتنا، شوربه الكوارع بتاعتنا. زي ما انتم شايفين الشوربه تحفه ازاي، شوربه جميله جدا وطعمها كان خطير جدا. بعد كده نزلت بقى عليهم بالشوربه ورحت مقلباهم تقليبه كويسه معاهم. مش فاضل كده معانا غير التوابل، هنحط لها بقى التوابل. والتوابل هي نفس التوابل اللي انا حطيتها معاكم في الشوربه، حطيتها معاكم في الشوربه ما قلتلكوش عليها، هنقولها بقى دلوقتي مع بعضينا. بس التوابل هنا طبعا توابل مطحون. اول بقى حاجه من التوابل، الحاجه اللي هي جميله جدا اللي هي الكمون. الكمون هيديني طعم جميل جدا، طبعا ده في اي طاجن مش شرط طاجن الكوارع. معلقه كده صغيره مليانه من الكمون الناعم، وكمان معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان معلقه صغيره من الكزبره، ورشه صغيره على حرف المعلقه من جوزة الطيب. وطبعا دي اختياري، حابه تحطيها حطيها، مش حابه تحطيها بلاش منها خالص.
حطينا كمان معانا رشه صغيره كده من القرفه، ورشه صغيره من الجنزبيل، ومعلقه صغيره من بهارات اللحمه. وطبعا ده غير الملح، طبعا حاطين ملح وفلفل، ده اساسي جدا معانا. بعد كده بقى جبنا الكوارع بتاعتنا. طبعا بعد ما بقولك استوت جدا، لازم الكوارع تكون مستويه. الكوارع مش هتستوي في الطاجن، الكوارع بس هتاخد طعم الطاجن لكن بالنسبه للسوى لازم تكون مستويه في السليق 100%. احنا بس مجرد ان احنا بنديها طعم في الطاجن وفي الفرن، طبعا مع الخلطه الجميله دي بتاعتنا. طبعا لو عايزه تخلي الكوارع اخليها، طبعا هتبقى اجمل واجمل، لكن انا بحطها كده زي ما هي سليمه زي ما انتم شايفين كده. احنا عامه ما تعودناش ان احنا نخلي الكوارع، يعني بنحب ناكلها زي ما هي كده. في ناس طبعا ما بتعرفش تاكل الكوارع كده خالص، طبعا لازم بتخليها وبتقطعها قطع صغيره علشان بقى بتاكلها كده براحتها، او بتاكلها بالشوكه، او بتاكلها بالمعلقه. طبعا ده بيبقى على حسب ذوقك في الاكل، او على حسب ما انت متعوده في الاكل. انا عامه ما بخليهاش خالص، بسيبها سليمه زي ما هي كده. ما بخليهاش بس الا في حاله واحده، لما بكون احطها في طاجن ورق العنب بخليها طبعا واحطها مع ورق العنب، الحاله الوحيده اللي انا بخلي الكوارع فيها. لكن غير كده لا، بنخليها سليمه زي ما هي كده، وبناكلها زي ما هي كده زي ما انتم شايفين معانا كده. طبعا بقى انا حطيتهم على 3 طواجن تقريبا، حطيتهم على 3 طواجن. انت طبعا لو حابه تحطيهم في طاجن واحد طبعا حطيهم في طاجن واحد براحتك طبعا. انا حبيت بقى احطهم في 3 طواجن كده، علشان كل واحد كده ياخد طاجن زي ما انتم شايفين كده، يعني يبقى حر بقى في الطاجن بتاعه. هناخد بقى الطواجن بتاعتنا كده ندخلها الفرن. وطبعا بما ان الكوارع مستويه جدا والخلطه كمان مستويه جدا، فمش هتاخد وقت معانا في الفرن خالص، يعني كبيرها او نص ساعه بس كده، تاخد بس وش كده في الفرن وتتحمص شويه، وتاخد طعم الفرن وطعم الطاجن كمان. وزي ما انتم عارفين ان الطاجن طبعا بيدي الاكل حلاوه على حلاوته، بيدي الاكل طبعا طعم جميل جدا. ولما بنلاقيها بقى شكشكت كده في الفرن واتحمصت كده معانا زي ما انتم شايفين معانا كده، او الوش بتاعها اتحمص كده معانا، طبعا بنخرجها بقى من الفرن على طول. وزي ما انتم شايفين بعد ما خرجناها من الفرن شكلها عامل ازاي، ومش قادره اقول لكم طعمها كمان كان جميل ازاي. والشوربه بتاعتنا اهي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، هنا وصحه يا رب للي كل واللي شرب واللي شاف واللي سمع كمان. عايزه اقول لكم بقى ان الخلطه كمان اللي فيها الكوارع دي تحفه جدا، يعني تاخدي منها كده تحطي على رز، تحطي على اي حاجه. عايزه اقولك ان ممكن تغمزيها بعيش كده وتاكليها، او زي ما بقولك تحطيها على رز، بجد طعمها خطير جدا. يعني طعم الخلطه نفسها روعه روعه روعه، بجد طعمها هيعجبك جدا ان شاء الله. وكمان الشوربه طبعا زي الفل زي ما انتم شايفين كده، يعني الشكل بيتحدث عن نفسه. الشوربه بجد شويه شوربه يرموا العظم، والطاجن تحفه جدا ان شاء الله، لو جربتيها هيعجبك. ده بقى الطاجن بتاع امهاتنا، معمول بقى بكل سهوله ويسر كده، من غير اي افتكاسات ومن غير اي تعقيدات. مجرد شويه مكونات من عندك من البيت او من عندك من التلاجة، وهتعملوا احلى طاجن كوارع ممكن تعمليه او ممكن تدوقيه. بجد طاجن الكوارع هيعجبك جدا، بس ان شاء الله جربيه وقولي لي رايك فيه ايه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعمينا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلك منا كل جديد. وصحتين وعافيه لقلوبكم، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا لو الفيديو نزل في رمضان يبقى كل سنه وانتم طيبين، لو نزل في العيد يبقى كل سنه وانتم طيبين، وكل ثانيه وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.